إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين. مثلا على سبيل المثال اللي هي واحدة من المعالم، واحدة من الملامح، واحدة من المفاتيح لفهم منهج العلامة من؟ صاحب البحار، وهو أن العلامة صاحب البحار هل كان يميل إلى القول بتحريف القرآن أو لا يميل؟ ما أريد أقول يقول بتحريف ماذا؟ بتحريف القرآن. هذه مسألة مهمة، وهو أنه تبين أنه اتجاهه، لأنه في العام الأغلب القائلون بالتحريف أو المائلون إلى القول بالتحريف هؤلاء من أي علماء أعزائي؟ من أي خط؟ من أي جناح في مدرسة أهل البيت؟ من الجناح الأخباري. فإذا وجدنا أنه في عباراته يمينا يسارا تلميحا فيها إشارات إلى ماذا؟ إلى ذلك، إذن يتضح أنه ميله إلى الاتجاه الأخباري لو إلى الاتجاه ماذا؟ العقلي، مو الأصولي، العقلي الذي يقدم البحث العقلي على البحث النقلي والأخبار.